السلام عليكم، مرحبا بكم بفيديو جديد على قناتي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم الروز بالجلبانه اولا الروز بالبازلاء على الطريقه السوريه، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكر البنات اللي دخلوا عندي جداد، وكنتمنى يتفاعلوا لي مع القناه، وشكرا. ودابا ندوزو لتحضير الوصفه. هنايا عندي طنجرة غادي ندير فيها الماء، وغادي نسلق فيها الجلبانة. ما كنسلقهاش بزاف، واحد 5 دقائق حتى ل7 دقائق، غير كتطلع فيها الغليه الاولى والثانيه، وكنحيدها وكنضيف ليها شويه د الملحه. هنايا بعد ما تسلقت لي الجلبانه غادي نديرها في الماء بارد باش كتحافظ على اللون ديالها يبقى خضر. وكنخليها شويه في الماء بارد. هنايا عندي واحد 4 كاس ديال الزيت النباتيه، وعندي معلقه كبيره ديال الزبده، وهنا غادي نضيف عليهم الجلبانه وغادي نحركهم مزيان. وبعد ما شربت لي الجلبانه الزيت والزبده غادي نضيف عليها الروز فسكته نص ساعه قبل، وغسلته مزيان حتى حيد منه كاع النشا اللي فيه، وغادي نضيفو الجلبانه، وغادي نبقى تنحرك باش الروز حتى هو يشرب لي الزبده والزيت وما يجينيش معجن. وبهذه الطريقه ممكن نخدمو حتى بالروز العادي، ما غاديش يجينا معجن، ولكن نحركوه مزيان مع الزبده. وهنا غادي نضيف له الماء، ومن الافضل الماء يكون سخون مغلي. تقريبا عندي 4 الكيسان ونص ديال الماء. نورمالمون الروز 2 كيسان، 4 الكيسان د الماء و2 الكيسان د الروز، ولكن حيت عندي الجلبانه ضفت ليها نص كاس. غادي نضيف له معلقه صغيره ديال الملحه، ومكعب ديال كنور. اللي ما تيعجبوش يقدر ما يديروش، يدير غير الملحه وشويه د البزار. وغادي نحركو ونخليه حتى على نار متوسطه حتى يغلي ليا الروز، وغادي نقصها عليه باش يطيب على خاطره. هنايا في واحد المقله درت واحد نص معلقه الزبده،
وغادي نضيف عليها شوية الكفتة، والكفتة على حساب الكمية وعلى حساب أفراد الأسرة. غادي نقليها غير هي وشوية د الملحة وشوية البزار. وهنا شوية البزار والملحة، ونقليها مزيان. وهنايا بعد ما قليتها غادي نحطها في واحد الزلافة ونحتفظ بها. وهنايا الروز بعد ما طابلي غادي غير نحركو ونعاود نسد عليه، وفي نفس المقله كندير شويه الزيت وغادي نقلي واحد الكميه ديال اللوز. غادي نقليها حتى تحمر. وهنايا بعد ما حمرت اللوز غادي ندوز باش نحضر الطبق ديال الروز بالجلبانه والكفته. كيجي يا سلام لذيذ، ممكن تحضروه للغدا ولا العشاء. انا جبت واحد المول ديال الكيكه ووضعته فيه باش يعطيني واحد ديكور زوين. وها هو الطبق ديالي جاهز. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتخليوا لي رايكم في التعاليق ان شاء الله. وكنرجع نشكر البنات اللي دخلوا عندي، وكنتمنى يشجعوني وبصحه والراحه.